الدخول إلى عالم الجن باختيارك من الأمور المحرمة دينيا، لكن ماذا لو جاءك الجن بنفسه؟ ليس هذا فحسب، بل أجمل جنية من العالم الغامض تراها في حياتك وتطلب منك الزواج وتحقيق كل أحلامك. غالبا ستقول وما المانع؟ لكن هذا ما حدث بالفعل مع شاب من مصر، تزوج جنية وأنجب منها. لكن ما حدث بعد ذلك هز مصر بالكامل، لأنه لم يخطر على قلب بشر. تقول إحدى الأمهات المصريات إن ابنها محمدا، طالب في كلية الطب بجامعة القاهرة، كان يعيش معها في بيتها القديم طوال فترة الكلية. كان محمد انطوائيا بشكل غريب، وليس لديه أصحاب كثيرون، ويقضي وقته وحيدا في غرفته، لا يخرج منها إلا للأكل ثم يعود إليها. في أحد الأيام وهو عائد من الكلية إلى البيت، كان يحمل قطة في يده على غير العادة. كانت القطة جميلة بشكل غريب جدا. لما سألته الأم: من أين أتيت بها؟ قال لها: وجدتها وأنا أدخل من باب العمارة، كانت تنظر إلي فأحببتها وقلت آخذها لأطعمها ثم أرجعها للشارع. لكن مع نظرات القطة البريئة لمحمد، قرر الاحتفاظ بها في غرفته الخاصة، وأصبحت بالفعل أنيسه الوحيد، لدرجة أنه صار يأكلها من نفس الطبق الذي يأكل منه، وتنام معه على نفس السرير، ولا يذهب إلى أي مكان إلا وهي معه. في أحد الأيام كان لديه إجازة من الكلية، وبحكم أنه منطو على نفسه لم يخرج من غرفته طوال اليوم تقريبا. في ذلك اليوم طرقت الأم باب ابنها أكثر من مرة ليخرج ليأكل معها، لكن الغريب أن محمدا لم يرد. فتحت الباب بسرعة لتره لماذا لا يرد، لكنها لم تجده في الغرفة، فقالت: يمكن أن يكون قد نزل مشوارا ولم يخبرها. واتصلت به، لكن هاتفه كان مقفلا. وكأي رد فعل طبيعي من أم تعيش وحدها مع ابنها، اتصلت بالشرطة بسرعة وأبلغت عن اختفائه. ظلت الأم تبحث عن ابنها أياما، والشرطة كذلك لم تجد له أي أثر. فقالت: معقول أن يكون الولد قد خرج من البيت البارحة ليلا وأنا لا أعرف، وحصل له شيء أو حادث، أو ربما أكون قد أغضبته في شيء وهرب وترك لي البيت ومشى. لكن للأسف واجهت الأم الأمر الواقع باختفاء ابنها لمدة 14 سنة كاملة، وطوال هذه الفترة كانت تبقي غرفة ابنها مقفلة، وترفض أن تغير مكان أي شيء بداخلها. وخلال هذه الفترة كانت تنظف غرفة محمد ابنها مرة كل أسبوع. لكن في إحدى المرات وهي تنظف غرفة محمد، رأت مشهدا جعل شعرها يقف ورأسها تتجمد مكانها. محمد كامل إبراهيم من القاهرة في مصر، كان شابا يحب تربية القطط ويجمعهم عنده في البيت، وخاصة في غرفته الشخصية. كان لديه 3 قطط جميلة، كان دائما يجدها أمام باب بيته من فترة لأخرى. كان يستغرب أن القطط تدخل بسرعة من البيت أول ما يفتح باب الشقة، من غير ما تقلق ولا تخاف منه. فاستغل فرصة أنه منعزل وليس عنده أصحاب ودائما وحيدا، وجعل القطط ال3 أصدقاءه، ودائما معه في غرفته الخاصة التي كان يقول إنها مملكته العظيمة. يقول محمد إن قصته بدأت مع أول قطة من القطط ال3. في أحد الأيام كان الجو باردا وممطرا جدا وهو راجع من الكلية، فوجئ بقطة صغيرة مبللة بشكل يحزن، ولأنه كان مرهقا من الكلية وتعبان، قرر أن يتركها ويفتح باب الشقة ويدخل. جرت القطة الصغيرة بسرعة ودخلت وراءه الشقة. كرد فعل طبيعي صرخ فيها وقال لها: اطلعي برا، لأنها كانت ستبهدل الدنيا في البيت لأنها كانت مبللة جدا. لكن القطة أخذت تنوء بصوت حزين، وكأنها فهمت أن محمدا يحاول أن يطردها برا البيت في الشتاء والبرد الذي بالخارج. فرق قلبه وتركها في البيت، وقربت منه وراح ينشفها من الماء وأطعمها، وباتت معهم في البيت فعلا هذه الليلة. لما رأتها الأم ثاني يوم الصبح، صرخت بسرعة وقالت لمحمد: القطة دي جت منين؟ انت جبتها معاك امبارح من بره؟ فقال لها محمد: وانا بفتح باب الشقة امبارح بالليل لقيتها دخلت تجري ورايا، والله صعبت عليا وتركتها تبات الليلة عشان المطرة والسقعة. فقالت له الأم: خلاص خليها، أهو نكسب فيها ثواب، لكن لما الجو يهدأ والشمس تطلع مشيها من البيت. لكن مرت الأيام ومحمد أحب القطة أكثر، وما رضي أن يخرجها للشارع، أو تقدر تقول إن القطة أصلا ما كانتش عايزة تمشي، وبدأ يلعبها ويأكلها من نفس طبقه وينيمها معه في نفس السرير. ومحمد بدل ما كان زعلان ووحيد طول الوقت، نفسيته اتغيرت للأحسن، وبقى يحب الحياة أكثر ويضحك لأول مرة طوال الوقت تقريبا. لكن في يوم صحي محمد الصبح من النوم، فوجد القطة اختفت. القطة اختفت بدون أي أثر، فقعد يدور عليها في كل مكان: فوق الدولاب، تحت السرير، تحت الكراسي، في الشارع قدام البيت،
وعلى السطح وفي كل مكان، لكن للأسف وكأنها فص ملح وداب. كان دايما يتمنى إنها ترجع في يوم من الأيام، لكن مرت الأيام والشهور وما رجعت القطة، ورجع محمد للانطواء والعزلة مرة ثانية، وما بقاش يطلع من الأوضة زي الأول بالظبط، يمكن أكتر، وبيطلع بس وقت ما كان بيروح للكلية الصبح في بعض الأيام. لكن في يوم كان محمد راجع من الكلية، وأول ما وصل قدام البيت لقي قطة ثانية جديدة غير الأولى قاعدة برضه على باب الشقة. وأول ما فتح الباب جرت بسرعة ودخلت البيت بالظبط زي القطة الأولى. محمد انبسط جدا المرة دي، ومرضاش إنه يطردها زي ما حاول مع القطة الأولى اللي اختفت من حوالي كام شهر، وقال يمكن ربنا بيعوضني بقطة ثانية والحمد لله. محمد فعلا أكلها وشربها ورباها واهتم بيها يمكن أكثر من القطة الأولى، لكنه اكتشف شيئا غريبا جدا، وهي إن القطة دي كانت ملازمة ليه، وكأنها في ظله بالظبط، على عكس القطة الأولى حرفيا وراه في كل مكان، في الحمام، في السرير، في مذاكرته، وقت أكله، وفي الشارع لما ينزل، وحتى مش بتحاول تهرب حرفيا في أي مكان. عدت 3 سنين كاملة والقطة على نفس الحال مع محمد، لكن بالظبط في السنة الرابعة وفي نفس اليوم اللي ظهرت له على باب البيت، صحي من النوم الصبح ما لقاش القطة موجودة، اختفت فجأة زي القطة الأولى. تخيل انت بقى شعوره بعد ما عاشت معاه القطة 4 سنين كاملة تختفي بالشكل ده، وللمرة الثانية ومن غير أي أثر. لكن هنا بقى محمد استغرب بأن ليه القطة الثانية اختفت بنفس طريقة القطة الأولى، وبقى يقول ليه بيعملوا فيا كده، يطلعوني من كآبتي للفرحة وبعدين يختفوا فجأة وأرجع من جديد للي كنت فيه. وعلى الرغم من أن السؤال ده فضل محيره لفترة طويلة، مرت الأيام والشهور وشغلته الدنيا عن ذكريات القطة التانية، وقرر وقتها إنه ما يربي أي قطة تاني تحت أي ظرف مهما حصل. لكن في يوم من الأيام لاقي برضه قطة تانية على باب البيت، لكن المرة دي القطة كانت غريبة وجميلة جدا فوق الوصف. فبيقول إنها ما كانتش زي قطة الشارع العادية البلدي، لا دي من أندر أنواع القطط اللي حرفيا بيوصل سعرها لآلاف أو حتى ملايين الدولارات. وبيقول إن عينها كانت منورة بشكل غريب وبتبصله من غير ما تعمل أي صوت. محمد المرة دي ما فكرش كتير، والقطة دخلت البيت مباشرة كالعادة أول ما فتح الباب، وبرضه قعد يلعب معاها وياكلها ويشربها، وبرضه تنام معاه. في أحد الأيام بينما كان محمد يلاعب القطة، وقفت فجأة على رجليها الاثنين، وجسمها أخذ يتمدد ويكبر بشكل ملحوظ، لدرجة أن كل الفرو الذي كان عليها اختفى تماما، وبدا الجلد ناعما مثل جلد البشر تماما. وفجأة تحولت القطة إلى فتاة جميلة جدا لم يرى محمد مثلها في حياته. يقول محمد إن لون بشرته لم يكن أسمر ولا أبيض، لكن لونا بين الاثنين لا مثيل له. طبعا تجمد محمد مكانه من الرعب، ولم يعرف هل هو في الحقيقة أم يحلم. لم يستطع أن ينطق بكلمة واحدة، لكن أول ما نظرت إليه الفتاة في عينيه انطلق لسانه وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأول سؤال خطر بباله من أنت؟ يقول محمد إنه كان يعرف أنها جنية من عالم الجن، لكن هذا هو السؤال الوحيد الذي خطر بباله. فقالت له بكل هدوء أنا اسمي زراكش، وأنا جنية رحمانية لا شيطانية، أبي ملك قبيلة من قبائل الجن في العالم السفلي، والصراحة أنا أحببتك وقررت أن نتزوج. لاحظت زراكش أن محمدا كان مرعوبا، فقالت له لا تخف يا محمد. وهذه الكلمات بالطريقة التي قالتها زراكش جعلت محمدا يطمئن ويستمع إليها بهدوء. ولما رأته هدأ أكملت كلامها وقالت له أنا بعد الزواج سأغير اسمي من زراكش لاسم مفروض علي وهو مكاج، لأن من عادة الجنيات لما تتزوج من البشر أن تأخذ الحروف الأولى من الاسم الكامل للرجل الإنسي وتضيف حرف الشين في الآخر. وانت اسمك محمد كامل إبراهيم جمعة، وعشان كده هيكون اسمي مكاج أول ما يتم الزواج. شروط الزواج أكملت زراكش كلامها وقالت له لكي يستمر زواجنا على خير يجب أن تلتزم بالشروط التي سأقولها لك حالا. الكتمان المطلق، لا أحد يعرف أنك متزوج ولا يعرف بوجودي من الأساس في البيت. الوفاء والإخلاص لي أنا فقط، يعني لا تنظر لأي فتاة في الدنيا دي كلها ولا قلبك يتعلق بغيري. الظلام، إياك أن تنير نور الشقة بالليل أبدا طوال وجودي في البيت. عدم الخروج ليلا، إياك أن تسهر أو تبيت خارج البيت مهما كانت الظروف. ممنوعات المطبخ، الثوم والبصل لا يدخلا البيت ولا حتى يقتربا من أكلك.
الشرط الأعظم: لم تتم الولادة بيننا؟ لو كان المولود ولد فهو يعيش معك في عالم البشر ومن حقك تماما، لكن لو كان المولود بنت فستكون من حقي تماما وستعيش في عالمنا، عالم الجن، طوال حياتها تحت الأرض. التربية: يجب أن تبعد الشر والحقد عن أولادنا ويكونوا طيبين، سواء عاشوا في عالمنا أو عالمكم، عالم البشر. بعد أن ذكرت زراكش جميع الشروط لمحمد، أخبرته أن الزواج سيتم بينهما غدا في تمام الساعة 12 ليلا، أي لم يتبقى على الزفاف سوى أقل من 24 ساعة وعليه أن يستعد. واختفت الجنية زراكش فجأة وكأنها تبخرت في الهواء. محمد من شدة الصدمة بقي متجمدا في مكانه ومذهولا، ولم يستطع الوقوف على قدميه، حتى أنه قال: ربما أكون مريضا وأتوهم كل هذا بسبب جلوسي وحيدا في غرفتي لفترة طويلة وعدم خروجي منها. ويقول محمد إنه قرص نفسه أكثر من مرة ليتأكد إذا كان مستيقظا أم يحلم. ومن شدة الضغط النفسي الذي كان عليه في تلك اللحظة لم يشعر بنفسه إلا وهو نائم على السرير حتى صباح اليوم التالي. ويقول إنها أول ليلة ينام فيها بعمق منذ اختفاء القطة الأولى. لكن المرعب في الأمر أنه بمجرد أن استيقظ في الصباح تذكر كل ما حدث معه بالضبط في الليلة السابقة، وأخذ يقول لنفسه: ما هذا؟ هل الأمر حقيقي؟ وعاد إليه نفس الشعور بالتجمد في مكانه على السرير، ولم يستطع الحركة، لدرجة أن أمه ظلت تنادي عليه طوال اليوم: يا بني، ما بك؟ ألست تريد تناول الفطور أو الغداء أو العشاء؟ افتح الباب حتى أطمئن عليك. فقال لها: أنا متعب ولا أرغب في تناول الطعام أو الشراب، وأريد أن أبقى وحدي اليوم من فضلك. ولكن فجأة تذكر الموعد الذي حددته له زراكش، وانتفض من مكانه وقال: لن أتحرك من مكاني حتى أرى ما سيحدث عندما تحين الساعة 12 منتصف الليل. على الأقل أتأكد إن كان كل ما حدث بالأمس حقيقة أم خيال. ليلة الزفاف ومرت الساعات ووصلت الساعة 12 منتصف الليل، وهذا متأخر ساعة عن الموعد الذي حددته له زراكش في الليلة السابقة. وبينما كان يقول لنفسه: الحمد لله، يبدو أن الأمر كان مجرد وهم، سمع طرقا خفيفا على باب الغرفة. يقول محمد: شعرت بالقشعريرة في جميع أنحاء جسدي وارتعبت، وقمت بالفعل إلى الباب وأنا أرتجف، وأول ما فتحت الباب رأيت منظرا جعلني غير قادر على الوقوف على قدمي. رأى محمد 5 رجال عمالقة، جميعهم صلعان بلا شعر على رؤوسهم، وعيونهم صغيرة، وبؤبؤ العين لديهم أبيض يشع. 2 على اليمين و2 على اليسار يرتدون ملابس ملكية مثل ملابس الفراعنة، ولديهم لحى مدببة بشكل غريب. وفي المنتصف رجل أصلع أيضا، ويرتدي ملابس غريبة وكأنها مطرزة بالذهب اللامع. وكان لهذا الرجل لحية، لكن لونها أبيض ناصع. وكانت زراكش تقف خلف هؤلاء الرجال ال5، والذين عرفنا الآن أنهم من الجن. وبدأوا يتحركون بسرعة في اتجاه محمد داخل الغرفة، وهو متجمد مكانه لا يتحرك. وأخذوه معهم وأجلسوه على السرير، وقالوا له: لا تخف، نحن لن نؤذيك، نحن من الجن المسالم الطيب. وبعد أن ظلوا يتحدثون قليلا مع محمد، هدأ قليلا عندما اعتاد على شكلهم. ولكن فجأة قالوا له: تم توقيع عقد الزواج بين محمد وزراكش بشهادة 4 من الجن الذين كانوا معه في نفس الغرفة، وهذا بعد أن وافق على الشروط ال7 التي قالت له عليها زراكش الليلة الماضية. وتم الزواج بالفعل. ومرت الأيام، وفعلا حياة محمد تبدلت تماما. كان حرفيا كل شيء يحلم به يحدث معه: أشهى الأطعمة وألذ المشروبات وأجمل الملابس، لدرجة أن زراكش قالت له: ما هي مواصفات زوجتك التي كنت تحلم بها؟ تخيل كما تشاء يا محمد، وأنا سأفعل لك ما تتمناه. أتريدها بيضاء أم سمراء؟ أتريدها سمينة أم نحيفة؟ ما لون عينيها؟ طيب لون شعرها وحتى صوتها؟ أنا سأشكلك على الشكل الذي تحلم به. ولكن أهم شيء، إذا أردتني أن أكون شبيهة بأي واحدة في خيالك، يجب أن تكون هذه الواحدة حية وتعيش حاليا. وهذا هو الشرط الوحيد، وكل شيء آخر ممكن. بل لكي تريح زراكش بل محمد وتصفي ذهنه، كانت دائما تقول له: أنا سأجلب لك أي أخبار لأي شخص مختف أو أي كنز أنت تحتاجه. وكان محمد بالفعل يمتلك خاتم سليمان. ومرت الأيام، وأحب محمد وزراكش بعضهما أكثر، وتحول الحب بينهما إلى تعلق شديد. ولكن في نفس الوقت الأم لم تكن تعرف أين ابنها، ولا حتى أنه تزوج، ولا حتى إن كان معها في البيت، ولا حتى هو متزوج من الجن يزراكش في نفس المكان.
لدرجة أنها عندما كانت تدخل غرفة محمد لم تكن ترى زراكش بالرغم من أنها كانت تجلس مع محمد أمام عينيها. مضت سنة كاملة على زواج محمد وزراكش، وفي أحد الأيام جاءت زراكش إلى محمد وهي في غاية السعادة. أخبرته بأنها حامل وأنها ستحتاج إلى 3 أشهر لإتمام فترة الحمل. وبعد مرور الأشهر الثلاثة أعلمته بأنه في الأسبوع الأخير من الحمل يجب أن تكون الولادة في عالمها، عالم الجن، وأنه يجب أن يكون معها، وأمرته بتوثيق كل ما سيحدث. لتمكين محمد من السفر إلى عالم الجن أخبرته زراكش بأنه يحتاج إلى الصيام لمدة 24 ساعة والامتناع عن الطعام والشراب، وبعد مرور 24 ساعة ستكون قادرة على أخذه إلى هناك. نفذ محمد تعليماتها بدقة وصام اليوم بأكمله. وفي ليلة السفر طلبت منه زراكش أن يقف ويغمض عينيه. روى محمد أنه شعر بيديها على رأسه وهي تتمتم بكلام غريب غير مفهوم كأنه طلاسم، وما إن فتح عينيه حتى وجد نفسه في غرفة واسعة جدا وبها سجادة لونها أزرق جميل ومساند في كل مكان في الغرفة. فجأة اختفت زراكش وتوجهت إلى غرفة الولادة وتركته ينتظر في الغرفة الكبيرة. لم يمض وقت طويل حتى عادت زراكش إلى محمد وهي تحمل المولود بين ذراعيها. كانت بنتا، وكما تذكرون كان أحد الشروط التي وضعتها زراكش على محمد هو أنه إذا كانت المولودة بنتا فستكون من نصيب عالم الجن لا عالم البشر، ولأن شروط الجن لا يستهان بها فقد تحقق الشرط، وأخذت البنت منه بعد أن رآها مباشرة وذهبوا بها إلى بيت أهل زراكش. وصف محمد عالم الجن بأنه مشابه لعالم البشر ببيوت وشوارع، لكن ما يميز عالمهم هو لون الشفق الجميل المنتشر في كل مكان. وكانت شوارعهم كلها واسعة وفارغة لأنهم لا يملكون سيارات ولا طائرات ولا قطارات ولا أي وسائل نقل مثلنا، ولا توجد عندهم حيوانات ولا طيور ولا حتى حشرات، وأشجارهم كلها حلزونية وألوانها كثيرة على عكس أشجارنا في عالم البشر باللون الأخضر. كان الرجال جميعا في عالم الجن صلعا من غير شعر، والنساء كلهن شعرهن كثيف بشكل ملحوظ، وبين أصابعهن مثل غشاء موجود عند الحوريات في عالمنا. ويقول محمد إنه قابل كثيرا من البشر المتزوجين من الجنيات مثل تماما، وكانوا ينتقلون بشكل طبيعي ما بين عالم الجن وعالم البشر. وبعد كل هذا رجع محمد من جديد إلى غرفته في عالمنا، لكن برأسه صداع قوي جدا يقول إنه لم يشعر به من قبل. ومرت السنين عليه هو وزراكش وأنجبت له بنتا ثانية وبرضه عاشت في عالم الجن زي الاتفاق اللي تم ما بينهم في الأول. لكن في يوم من الأيام وهو في عالم الجن يزور ابنته الكبيرة قالت له سرا غريبا جدا، وهو أن الجن عندهم وقت معين من السنة يحتفلون فيه داخل مثلث برمودا، وفي الاحتفال ده بيعملوا حاجات غريبة جدا مستحيل أن تخطر على بالك، وينزلون السفن والطائرات التي تختفي من عالم البشر داخل مثلث برمودا في قاع المحيط، وكل ده عن عمد. لكن لما عرف الجن إن ابنة محمد الكبيرة كشفت له سر احتفالهم العظيم والغريب والسري ده، أصبح وجود محمد في عالمهم يمثل مشكلة كبيرة عليهم. وفعلا اجتمع كل أهل زراكش وقرروا إنهم يرجعوا محمد لعالم البشر إلى الأبد. وفجأة وجد محمد نفسه نائما على الأرض وعمره وصل إلى 40 سنة. أريد أن أقول لكم إن لقاء محمد مع زراكش كان من حوالي 11 سنة تقريبا، وقت ما كان محمد في الكلية، يعني كان عنده حوالي 20 سنة، يعني في حوالي 10 سنين كاملة مرت من عمر محمد بشكل مفاجئ وغريب. لكن تذكروا معي محمد التي فقدت ابنها لمدة 14 سنة كاملة. في يوم من الأيام وهي تفتح باب غرفة محمد بالصدفة لم تصدق عينيها بعد ما رأته كبر في السن بالشكل ده، بعد آخر غياب له في عالم الجن الذي امتد لسنين طويلة. وللأسف انتهت القصة باختفاء زراكش ونفي محمد من عالم الجن للأبد. وعلى الرغم من محاولات محمد أن يعود لعالم الجن من جديد، لكن هيهات هيهات. لكن السؤال الأهم، يا ترى زراكش بتعمل إيه دلوقتي؟ لأننا كلنا عارفين إن الجن يعيشون لآلاف السنين،